العوافي عليكم يا حبايبي. انا هقول لكم عبارة بتسمعوها ومش عارفين ايه حكايتها ولا بتتقال امتى. العبارة هي هضرب الارض تطلع بطيخ. دايما نسمعها حكاية هضرب الارض تطلع بطيخ، حكاية العائلة المقدسة ستنا مريم والطفل الرضيع سيدنا عيسى ويوسف النجار. خرجوا هربانين من فلسطين لأن ملك فلسطين كان بيقتل كل طفل، وخصوصا عايز يقتل سيدنا عيسى عشان هو اتكلم وهو طفل. كان خايف على ملكه لأن شاف رؤية إن هيجي طفل هينزع الملك منه. وخرجوا هربانين والجنود، كل الجنود بتاعت ملك فلسطين كانوا بيقتلوا كل طفل. وهم بقى خرجوا هربانين ورايحين متجهين الى مصر، وفي طريقهم مروا على حقل كان الفلاح فيه بيبذر البذور بتاعة البطيخ، بيزرع يعني بطيخ. فحكوله حكايتهم فاستضافهم الليلة دي وباتوا عنده. والستنا مريم قبل ما تغادر الحقل دعت له ان ربنا يبارك في زرعته. وفعلا ان تاني يوم على طول البطيخ طلع، البطيخ اللي بياخد 3-4 شهور عشان يظهر ويكبر طلع تاني يوم. والمهم ستنا مريم والطفل الرضيع سيدنا عيسى ويوسف النجار قالوا، ستنا مريم قالت للراجل الفلاح لما يجي جنود الملك يدوروا عليا ويسألوا عليا قول لهم الحقيقة، قول لهم اللي انا عديت عليك وانت بتزرع بذور البطيخ. وفعلا قال لها بس ده كده هيحصلكم. قالت له بس قول لهم كده وما تكذبش. وفعلا جم الجنود وسألوا الفلاح عليهم، قال لهم جم وانا ببذر بذور البطيخ. فلقوا البطيخ كبير كده وبطيخ حلو، ده يعني عدوا عليه من 3-4 اشهر. فيئسوا ورجعوا. وتمر الايام والسنين وتبقى في الكلمة في بق الناس. اي واحدة تقول لجوزها العيال عايزين يكسوا او عايزين يصيفوا يقول لها هسرق ولا هنهب ولا هضرب الارض تطلع بطيخ. وواحدة تانية تقول له ابنك كبر وبنتك كبرت عايزين نجيب للواد شقة والبت نجهزها، يقول لها وانت مش عارفة دخلي قد ايه، هو انا هضرب الارض هتطلع بطيخ؟ واي حد عايز من حد حاجة وهو امكانياته ما تجيبش يقول هو انا هضرب الارض تطلع بطيخ. يا ولاد يعني زمن المعجزات مش زمننا، لا، في كل وقت في معجزات، معجزات ربنا، المعجزات الربانية. يعني انت بتنام وتصبح كنت في شيء وتبقى في شيء تاني. لو كان عندك حتة أرض وارثها وكانت يعني الأرض مش جايبة، تخش كردون مباني وتجيب ملايين. ولا بيت كنت شاريه يعني بفلوس بسيطة أو ورثه عن أبوك تلاقيه بقى جايب ملايين. أو بعد الشقة وتربية العيال عيل يسافر ويشتغل برا ويسعدك وينقلك من مكان لمكان ويسعدك ويسعد اخواته. او عيل تتعب في تعليمه وتصرف اللي حيلتك واللي وراك والواد ده يتعين في وظيفة حلوة ويبقى سبب ساعتك
كل دي عطاءات بيديها ربنا ومنح ربانية بيديها للناس. إذا أعطى ربك أدهش، ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. يا ولاد كل وقت ربك بيمنح ويعطي بوسع. يا ولاد لازم يعني تخلي بالكم من بعضيكم وتتصدقوا كتير وتتقربوا لربنا كتير وتقولوا يا رب. ربك بيعطي قليل الحيلة عشان يستعجب صاحب الحيلة. ده أنا كنت ماشية في حي راقي كده، وكان في عمارة جميلة جدا ومكتوب عليها ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. يا ترى صاحب العمارة دي ربنا كان كرمه؟ يا ترى بقى كان كرمه، كان عنده حتة أرض وما كانش جايبة وجي عليها الزمن جابت ملايين، ولا بيت رب كان ما بيدي أو ساعد له ابنه جاب له العمارة ديت عشان يكتب العبارة ديت، عشان يعرف اللي ماشي واللي رايح إن عطايا ربنا ومنحه في كل وقت وفي كل أذان. يا ولاد ربك إذا أراد إسعاد بني آدم مش محتاج سبب، بيدي من غير سبب، بيتلكك كده عشان يسعدنا. وتمسوا بالخير